أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. معاكم عماد العطار. النهاردة إن شاء الله معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع المستشار الألماني جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتواصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين. في هذا الإطار الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع طبعا دائرة التوتر في المنطقة طبعا متوترة وبيكون لها أثرها السلبي على الجميع. لما يكون في حرب في بلد ما بيكون لها أثرها السلبي على باقي البلدان، وخاصة لما يكون جارتك أو بتتعامل معاها في الاستيراد والتصدير وغيره. طبعا والمبادرة المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار. طبعا هنا أسرى وهنا أسرى، ده عايز أسراه وده عايز أسراه، وفي نفس الوقت مصر بتتدخل لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية. كلنا عارفين وشايفين الوضع اللي بيعيش فيه المواطن في غزة، المواطن الفلسطيني، حياة مأساوية محدش طبعا يرضاها. بنشكر طبعا كل من يتدخل في وقف إطلاق النار وكل من يتدخل في تهدئة هذه الأوضاع بين إسرائيل وفلسطين. بنشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأميمة ذات الصلة. كما تناول الاتصال أيضا الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين. الاتصال أيضا يا جماعة استهدف كمان وقف توسع نطاق الصراع التي تلمس المنطقة بوادره، لأن المنطقة كلها بتتأثر زي ما أنا قلت بالحرب الموجودة في أي بلد ما. ومن جانبه أشار المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة، واتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأيضا أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا كذلك سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين، العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة في كل المجالات.